السلام عليكم البنات. اليوم غنهضر لكم شويه على من اسرار الطبيعه اللي هو الحمص، وكيفاش يقدر يرجع لكم اليدين والرجلين بيضين كيشعلوا. هنا الحمص ماشي غير مكون عادي، هو كنز حقيقي تاع البشره. كيعتبر مقشر طبيعي كيحيد لنا الخلايا الميته اللي كتجمع مع الوقت، وكيخلي الجلد يبان لينا كحلوات. وهاد الحمص هذا كيعطينا نتيجة عكسية باش ما يبقاش الجلد تاعنا كحلوات وفي ديك الخلايا الميتة. بزاف فينا كيعانيو من هذا المشكل بلا ما يعرفوا الحل السهل اللي كاين في كل كوزينة. الا جربتوا هاد الوصفة هادي غادي تلاحظوا الفرق الكبير في النعومة والنضارة. الحمص كيغذي البشرة بعمق وكيوحد اللون، ومع المداومة كيعطي تفتيح ملحوظ وبياض طبيعي كيبان صحي. هو مناسب بزاف للبشرة، مناسب بزاف للبشرة ديال الناس. كيخلصكم من التصبغات اللي كتكون بسبب الشمس او استعمالات اليومية. راه غير بالصبر. هاد المكون السري اللي كيرد لكم الثقة في راسكم. النتيجة اللي كيعطيها البشرة رطبة بزاف بحال تاع لي بيبي، بحال تاع الاطفال، وملمس ناعم كيبان من الفيديو ومن اول استعمال. وهذا الشيء علاش بزاف ديال البنات ولاو كيعتمدوه كروتين اساسي عندهم. دابا ندوزو لطريقة تاع التحضير العملي. كيفاش نوجدو هاد الخلطة السحرية؟ غير بالحمص والماء. كناخدو الحمص مطحون مزيان حتى يولي بحال الدقيق، كيف ما كتشوفوا معايا يولي مطحون مزيان بحال الدقيق. كنزيدو عليه الماء تدريجيا، كنبقاو نخلطو المكونات بشويه حتى كنحصلوا على واحد الخليط متجانس. خدي وقتك في الخلط. القوام ديالو خاص يكون كريمي، ما يكونش خفيف باش ما يساليش لينا، وما يكونش ثقيل باش ما يسهلش علينا نطبقوه على الجلد. يعني خاصو يكون متماسك باش يشد على البشره. غنبداو نوزعوا الخليط ديال الحمص والماء على اليديات والرجلين كيف ما كتشوفوا معايا. ركزوا على المناطق اللي فيها سمرة اكثر واللي كتحتاج عنايه خاصه. اهم حاجه هي الحركات الدائريه اللي كتشوفوا معايا. هذا هو الخليط تاعنا. شتي اللون تاعو كيفاش كيكون؟ كنبداو نديروه على حركات دائريه. كنركزوا بزاف على البلايص كتكون فيهم واحد الصموره اللي باينه، والبلايص اللي بغيناهم يبيضوا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. كنبداو من الجناب لتحت والفوق بحركات دائريه، ما نساوش الصبيعات البنات. هاد الحركات هادو راه مفيدين بزاف، كينظفوا كيفتحوا البشره. حاولوا تستمتعوا بهاد اللحظه تاع العنايه بنفسكم بكل هدوء. هاد الحركات كيعاونوا باش الخليط يتغلغل في المسام وكينشط الدورة الدموية. هادشي كيعاون الحمص في المفعول كمنظف ومفتح قوي للبشرة. كيف ما قلت لك، غير حاولي تستمتعي بهاد اللحظة تاع العناية بنفسك بكل هدوء. بعد ما ديري على يديك حاولي ديري بعد ما ديري على رجليك حاولي ديري على اليدين باش نوحدو اللون ويكون اللون اللي زوين ويكون اللون اللي متغلغل. من بعد ما نخليو هاد الماسك ينشف لمده 20 دقيقه. هنا كنجيو الطريقه الخاصه، الطريقه اللي خاصه فريمون. هاد الطريقه خاصه ما كنغسلوش تحت من روبيني، بالعكس احسن حاجه هي تشدي الرشاش تاع البخار، الرشاش تاع الماء. كنخويو الماء مباشره على اليدين والرجلين في نفس الوقت. كنبداو نحلو في المسام بيدينا بطريقه دائريه. كيف ما كتشوفوا معايا طريقه خاصها ضروري تكون دائريه. الدريات عندكم تمشيو تبقاو تحكوا في يديكم بالجهد، بقاو تحكوا في يديكم بطريقه دائريه. كنخويو مباشره على اليدين والرجلين في نفس الوقت. كنبداو نحكوا في المسام بيدين بطريقه دائريه. هاد الطريقه كتخلي الحمص يتقشر مزيان وكيتفاعل مع الجلد الميت بشكل رائع. ملي كنحك مزيان كنشوفوا الماء الدافئ كأضيف ببطء، يعني الماء تخوي بشويه. هاد الحركه هي اللي كتعطي النتيجه مضمونه وبياض اللي كتشوفوه في الاخير. غادي تشوفوا البشره صافيه ونقيه ورطبه بزاف. السر كله في هاد القوام وفي الطريقه الخاصه في التغسيل.
الطريقة الخاصة في الغسل عفوا، ومع المداومة عليه غتحافظوا على اليد على ديك النتيجة تاع البياض والنعومة اللي كتحلموا بها. ضروري طريقة الغسل تكون اللي مقادة وتكون زوينة، يعني ما تجيش تخوي على جديك الماء مباشرة، خاصك تخوي على جديك قطرة قطرة. غتشوفي النتيجة، واحد النتيجة ما نوصفهاش لكم، ما كتوصفش. نتيجة اللي مقادة وزوينة. كيف ما كتشوفوا معايا اليدين كيوليو بحال تاع لي بيبي، الرجلين كيوليو حمرين من القديمات. هاد الوصفه هادي غتنفع بزاف تاع البنات منكم اللي كيعانيو من التراكم تاع الخلايا الميته، كيعانيو من الجلد المتضرر، الجلد تاعهم كيكون ناشف. هاد الوصفه غادي تعاونكم بزاف، وصفه اللي الناس كاع ما كانوا عارفينها، الوصفه اللي غادي تخلي الجلد تاعكم تولي خطيره. الى عجبكم هاد الفيديو هذا ما تنساوش ديروا لي لايك، اشتراك، وتقولوا لي النتيجه واش عجبتكم ولا لا في التعليقات. غنقرا كاع التعاليق تاعكم كلها.